لو انا قصادي ان اشتغل موظف بمرتب ثابت واعيش حياة روتينية تقليدية عادية، ولا افتح البيزنس الخاص بيا وابتدي ابني حياتي بنفسي واعيش الحياة الخاصة بيا مش اللي الناس عايزاني اعيشها. المشكلة ان احنا بنقارن ما بين القرارين بحاجة اسمها المنظور الكمي، زي الطول والوزن والكتلة والعدد. والمنظور الكمي ليه 3 حالات فقط: يا اكبر من، يا يساوي، يا اصغر من. والمشكله هنا بقى بتحصل لما تبقى الحاله يساوي. يعني انا مثلا عندي اختيارين: ابص على المميزات الاقيهم متساويين، ابص على العيوب الاقيهم متساويين. وهنا الاختيار بيبقى صعب. الموضوع لو اكبر من او اصغر من زي ما اتفقنا خلاص بيبقى واضح، ولكن في يساوي هي هنا بتبقى العقبة. وفي الآخر بنشوف اللي يناسبنا أو اللي يناسب الأسباب المحيطة، وده بيكون لازم يتناسب مع اللي الناس شايفاه صح، علشان دي الطريقة اللي احنا دايما بنحكم بيها في اختياراتنا